السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ والنهارده هنعمل تورتايه في اصغر صينيه مستطيله عندك. بسم الله ما شاء الله. طبعا ما تديهاش ان هي اصغر صينيه مستطيله بالحجم اللي انت شايفاه ده، اللي هو مقاس 20 في 20 او 25 في 25 اهو، زي ما انتوا شايفينها في الصينيه الوسط المستطيله اللي هو اول مقاس. الصينيه دي بتاخد 350 جرام من دي الاسبونج. هنشوف مقاديرنا دلوقتي وهنشوف هي طلعت معانا ازاي. دي كانت طالعه الدكتوره، تخرج دكتوره، عقبال اولادكم جميعا. يلا بينا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا نشوف مقاديرنا عبارة عن ايه. اول حاجة بجيب البولة بتاعتي اللي انا هشتغل فيها وهوزنها كده واصفر الميزان، وبعدين احط 350 جرام من دقيق الاسبونج الجاهز. انا بوزن دلوقتي 350 جرام من دقيق الاسبونج الجاهز اهو. خلي مقاديرك مظبوطة، هتطلع معاكي النتيجة هايلة جدا وممتازة، وهقولك ازاي هتعلى معانا بالمنظر اللي انت شفتيه وطلع بالحجم الجميل اللي انت شفتوه ده. فانا دلوقتي وزنت 350 جرام من دي السبونج الجاهز اللي هو بالفانيليا. هي طبعا التورتايه نص ونص، فانا هوريكم دلوقتي احنا ازاي هنعملها نص ونص. بس انا ما بجيبش دي السبونج اللي هو بالشوكولاته، انا بجيبه دايما فانيليا، وانا اللي احط له الكاكاو لما اكون محتاجاه بالشوكولاته. هنحط معلقه صغيره مليانه زي ما انتم شايفينها كده، هرميه مليانه من محسن جل بونو المتحده اللي احنا متعودين خلاص في القناه اللي احنا بنستعمله، ويكون شفاف. لو حته بيضه في الجنب ما تاخديهاش، هتكون متأكسده، شيليها وارميها. وبعدين معانا 4 بيضات، حجم البيضه يكون كبير زي ما قلنا. يعني ايه حجم البيضه كبير؟ يعني لو وزنتي البيضه بقشرها هتبقى وزنها من اول 59 لغايه 63، ده حجم البيضه الكبير اللي احنا بنتكلم فيه. اقل من كده هتبقى البيضه صغيره. فاحنا حطينا 350 جرام من دي الاسبونج الجاهز، حطينا معلقة محسن جل كبيرة، معلقة محسن جل صغيرة هرمية مليانة، حطينا 4 بيضات، حطينا هنحط فانيليا، وهنحط ربع كوباية من المية المتلجة اهو. ربع كوباية مليانة كده من المية المتلجة. هي دي مقاديرنا مع بعض. نقولها تاني بالراحة مع بعض. 350 جرام من دي الاسبونج الجاهز، عليهم 4 بيضات، حجم البيضة يكون كبير، عليهم فانيليا، عليهم معلقة محسن جل صغيرة مليانة هرمية من محسن الجل بونو المتحدة، عليهم ربع كوباية من المية المتلجة، وزي ما انتوا شايفينها انا مطلعاها من الفريزر. طبعا هنقلب مقاديرنا كده مع بعض، وبعد كده هنشغل المضرب، ومجرد ما نشغل المضرب ما نفصلوش خالص لغاية ما الخليط يتضاعف معانا، عشان يدينا نفس نتيجة العجان ويملى البولة زي ما انتوا شايفينها كده. هي دي الطريقة الصح ان انتي هتشتغلي بيه مضرب، يبقى ما تفصليهوش لغاية ما الخليط يعلى معاكي بالشكل ده ويتضاعف حجمه. هنجيب بقى الصينية اللي هي أصغر صينية عندك في الطقم اللي هو المستطيل، هنبطنها كده بورق من الزبدة أو ورق حواوشي مستورد، لأنها طبعا زي ما انتوا شايفينها جنابها مش عالية. وهنبتدي ناخد نص الخليط نقسمه كده بالويم بعينينا يعني، وهنبتدي نحط نص الخليط من الفانيليا اهو، عشان التورتاية دي كانت نص ونص. وادي حطينا نص الخليط كده من الفانيليا، وهنحط النص التاني بالشوكولاتة اهو، هنشوفه مع بعض دلوقتي. هنجيب بقى معلقة صغيرة من، انا بسويه علشان تشوفي انا بعمل ايه. بقيت الخليط بقى اللي عندي ده اللي هو النص التاني، هجيب معلقة من الكاكاو الخام، معلقة مش مليانة قوي من الكاكاو الخام، وابتدي انخلها على الخليط اللي باقي معايا واقلبه واحطه تاني في الصينية. دوت لما يكون مطلوب منك التورتيه نص ونص، اعمليها بنفس الطريقة. ما تضربيش كل حاجة لوحدها في صينية ولا اي حاجة، هينضربوا الاتنين في صينية واحدة وهتطلع ممتازة وهتطلع نص ونص معاكي. ادي معلقة صغيرة مش مليانة قوي من الكاكاو الخام، وببتدي ان انا انخلها عشان ما يبقاش فيها اي تكتلات، وتبتدي ان انت تنخليها بالمنظر ده، وتبتدي تقلبي الخليط معاكي بالمضرب. تشغلي عليه المضرب ثواني كده، او لو عايزة تقلبيه بالاسباتيولا على طول تمام، مفيش اي مشكلة. انا بضربه ضربتين كده بالمضرب، وساعات بقلبه بالاسباتيولا عادي، الاتنين ما بيفرقوش اي حاجة. خلصنا كده. طبعا احنا من البداية زي ما متعودين، مجرد ما هنبتدي نشتغل في كيكات او كده بنشغل الفرن معانا. فاحنا مشغلين الفرن هنا على درجة حرارة 180.
وهنحط فيه التورتايه دي، هتاخد حوالي نص ساعة في الفرن اهي. هننزل بقى المقدار اللي هو بالشوكولاتة في الجنب التاني اللي احنا سايبينهوله، وهنبتدي نساوي بالسكريبر. هنبتدي اهو، نبتدي نساوي الوش خلاص. مش هيحصل حاجة لما تجيبي بقى من على الوش كده الشوكولاتة على على الفانيليا او الفانيليا على الشوكولاتة، مش هيحصل اي حاجة، ده كله هيتشال في الطبقة اللي هتبقى في الوش. هنخبطها خبطتين وهنبتدي ندخلها الفرن على درجة حرارة 180، وهنشوف دلوقتي لما هتطلع معانا هتبقى شكلها عامل ازاي. بعد ما عدى عليها نص ساعة بسم الله ما شاء الله اهي طلعت بالشكل ده. هنبتدي نجيب فوطة عندنا نظيفة ونبتدي، انا اختبرتها كده بايدي لقيتها ان هي استوت، او تجيبي خلة وتحطيها لقيتيها خلاص الخلة طالعة نظيفة يبقى هي كده استوت معاكي. هنجيب بقى الفوطة بتاعتنا ونغطيها ونسيبها لتاني يوم نشتغل فيها. هنيجي بقى تاني يوم اهي بعد ما هديت وخدت كفايتها من الراحة، هنبتدي بقى نطلعها ونشوف هنشتغل فيها ازاي. وهتشوفي العلو بتاعك اتعملت ب 350 جرام دي سبونج، شوفي هتبقى طالعة معاكي عاملة ازاي وجميلة ازاي اهي. ايه رأيك؟ هنقشرها كده ونشيل كل الورق ده ونرميه، وهنبتدي بقى نساوي الجناب بتاعتنا ونشيل الجوانب ونشيل الوش دوت نسويه، نشيل الطبقة دي اهي بنفس الطريقة كده. انا ماشية معاكي واحدة واحدة عشان اللي حابب يعمل التورتاية دي هيعملها بمنتهى السهولة وبمنتهى البساطة. ما عندكيش محسن جل، هاتي من عند اي عطار او من عند اي محل خامات حلوانية، قولي له عايزة ب5 جنيه مثلا او ب3 جنيه، هيديكي حوالي معلقة كبيرة كده من محسن الجل، هتحطيها عندك وتستعملي منها زي ما انتي شفتيني كده وانا بحط ايه المحسن الجل على التورتاية وكده، بيساعد على الهشاشة بتاعتها وبيعليها وبيخليها حلوة جدا. هنسوي بقى كل الطروف دي وبعد كده هنبتدي نقسمها ل3 طبقات. هنقلبها ونبتدي نقشر الأرضية ونشيل برضو الطبقة بتاعة الأرضية دي اهي. شلنا الورقة اللي احنا كنا فرشينها في الأرضية، وهنبتدي نشيل الطبقة المحمرة دي ونقشر التورتايه كده. انا بحب اقشر التورتايه خالص كده، بحب ان هي تبقى كلها شبه بعضها ما فيهاش ولا حته محمره ولا حاجه، مع انها مش ناشفه ولا حاجه الحتت المحمره دي، بس انا بحب اشيلها كده واخلي التورتايه كلها شكل واحد. هبتدي بقى اخد مقاساتي كده وابتدي ان انا اقسمها ل3 طبقات. لو انتي حابه ان انتي تشتغلي بالمنشار وعندك تمام، انا ما جبتوش الصراحه لاني بعرف اشتغل بالطرنش على طول فمش محتاجه المنشار على حاجه. لو انتي مبتدئة او عايزة المنشار هاتيه وهو مترقم وكل حاجة، ممكن تظبطيه على رقم 8 وتبتدي ان انتي تشتغلي وتقطعي بيه الكيك بتاعك عادي مفيش اي مشكلة. بعد كده هنجيب البوردة بتاعتنا اللي احنا هنحط عليها مقاس 30 في 30 او 27 في 27، يعني المتاح عندك ده متاح وده متاح ان هي تنفع تتحط عليه. وهنبتدي نثبت الارضيه بقى علشان التورتيه ما تتحركش. لو انتي بتسلمي التورتيه لاي عميل وركب بيها مواصلات ولا كده، التثبيته اللي في القعده اللي احنا بنعملها دي اللي بتخليها ما بتتحركش. فحطينا الجنب الفانيليا فانيليا والجنب الشوكولاته شوكولاته، وهنبتدي ان احنا نشتغل دلوقتي ونشوف هنعمل ايه. سويناها كده في النص وهنبتدي نسقي بالشربات الخفيف بتاعنا اهو. وهنبتدي نقسمها دلوقتي نص فانيليا ونص شوكولاتة زي ما هو واضح قدامنا كده اهو. وتوزعي بقى الكريمة كده، لو حابة تشتغلي بالاسباتيولا على طول وتوزعي الكريمة بتاعتك تمام، حابة تشتغلي بكيس حلواني زي ما انا ما بشتغل كده تمام، هيسهل عليكي جدا جدا جدا. والناحية التانية هتحطي كده شوكولاتة اهي، ونبتدي بقى نجيب دلوقتي جناش شوكولاتة ونحطه على اليم الشوكولاتة، ونجيب جيلو فراولة ونحطه على اليمة الكريمة. ده كله بنطعم التورتاية من جوه وبنخليها حلوة وطعمها لذيذ كده. ما تستخسريش حاجة في التورتاية حتى لو مش مطلوب منك، انتي من نفسك حاولي ان انتي تطوري في شغلك علشان يعني الزبون يحب ان انتي مش مستخسرة حاجة وشغالة كويس.
ويلاقي نتيجة وطعم كويس جدا جدا. حطيت هنا جيلو فراولة اهو، وهنحط الطبقة التانية ونعملها بنفس الطريقة برضو. هنوزع الكريمة ونحط الصوصات بتاعتنا، وبتبقى بعد ما نسقيها طبعا بالشربات الخفيف، بنبتدي بقى نوزع الكريمة دلوقتي والصوصات، ونبتدي نحط الطبقة الأخيرة اهي. بقت بالمنظر ده كده، ونوزع الكريمة برضو بنفس المنظر. بصي كل حاجة سهلة وبسيطة، ولا انتي بقى ملحوسة الدنيا حواليكي ولا في اي حاجة. حطيتها، وحطيت برضو الصوصات اهيت على الوش او الجلوهات، وبحط اخر طبقة معايا اهو، وببتدي اضغط ضغطتين خفاف كده عشان كله يتماسك في بعضه، واسقي برضو بالشربات الخفيف، وابتدي ان انا اشتغل. طبعا احنا عارفين الشربات الخفيف، نص كوبايه سكر عليها كوبايه ميه، نقلبهم مع بعض يدوبوا، نحطهم على النار. مع اول غلوتين نقطتين ليمون او ذره ملح ليمون، وبعد كده ياخدوا غلوتين ونطفي عليهم، ونحط الفانيليا بتاعتنا، باكت من الفانيليا، ونسيبهم لغايه ما يبردوا، ونبتدي ان احنا نسقي بيه الكيك. هنوزع بقى الكريمه بتاعتنا، هنحدد كده ونوزع الكريمه، ونبتدي ان احنا نساوي بالسكريبر دلوقتي بعد ما نخلص ونوزع. حطينا كده الكريمه كلها، هتجيبي بقى ما تستنيش تحطي الكريمه التانية اللي هي بالشوكولاته، خلصي جنب جنب ده احسن، علشان تبقى طالعه مظبوطه والتقسيمه طالعه مظبوطه جدا معاكي. هتجيبي السكريبر وتبتدي تمسحي، وحاولي ان انت لما تيجي تعملي الجوانب ايدك تتشال كده، وبعدين ترجعي تبتدي ما تمشيهاش كانها دوران، لان دي تورتايه مش مدوره، دي تورتيه مستطيله. فحاولي ان انت تعملي الجوانب بتاعتها بزاويه قايمه. زاويه قايمه ازاي؟ ان انت تعملي كده وتشيلي ايديكي، وبعد كده تيجي تعملي هنا كده وتقومي شايله ايدك، وبعدين تقومي عامله اليمه التانية. ما تحاوليش ان انت تيجي بدورانات عشان تعمل زاويه قايمه معاكي. وشرشرتها اهو بالسكريبر المشرشره. خلصت كده الجنب اللي هو الابيض وظبطته اهو. هنظبط الوش، وبعد كده هنروح لليمة اللي هي الشوكولاتة، ونوزعها بنفس الطريقة برضو، ونسويها كده بنفس المنظر اهو. بنطلع كده ونشتغل برضو بالكريمة اللي هي حاطين عليها جناش شوكولاتة وكاكاو، او كاكاو بس على حسب المتاح عندك. وبتبتدي ان انتي تقسمي التقسيمة كده التانية، وتبتدي تعملي الجنب اللي هو بالشوكولاتة. خلصناه كده، وهنبتدي برضو نسويه بالسكريبر اهو. بتهيألي مفيش اسهل من كده، كل حاجة سهلة وبسيطة جدا. انتي لو عايزة تعمليها عندك في البيت هتعمليها بمنتهى البساطة، مش شرط ان هي طالعة اوردر ولا حاجة. انتي اللي هتعمليها في البيت بمنتهى السهولة، لان الموضوع سهل وبسيط جدا. وهتعملي تورتاية جميلة جدا لو عندك اي عيد ميلاد او عندك اي حاجة، هتعمليها بالشكل ده. اهم حاجة التسوية في الفرن، اهم حاجة فرنك يكون مظبوط، تطلع معاكي النتيجة كويسة بالمنظر ده. لما تيجي تجلسي خدي بالك لازم تجلسي كويس، عشان المنظر كله والشكل كله بيبقى في التجليسة دي. وان انتي تاخدي بالك من الحاجات اللي انا بقولك عليها، اللي هي الزوايا القايمة بتاعة الصينية، والحاجات دي تبقى طالعة معاكي مظبوطة. سويناها اهو بالسكريبر دي. هنبتدي نجيب السكريبر المشرشرة، وبنفس الطريقة نسحب كده ونشيل ايدينا، ونسحب ونشيل ايدينا عشان تعمل الزاوية القايمة. وعملناها بالسكريبر اللي هي المشرشرة، وبقت جميلة جدا. هنحطها في التلاجة شوية يا دوب تسقع بس كده وتتجمد شوية، وبعد كده هنشوف هنشتغل فيها ايه. بس بعد ما نسويها ونمسح البوردة بتاعتنا وننضفها، وبعد كده نحطها في الفريزر. ايه رأيكم بقى في التجليس والحلاوة والشقاوة والجمال ده؟ بعد بقى ما حطيتها شوية وجيت اطلعها، هبتدي اعمل التقسيمات بتاعتي. الجنب اللي هو بالفانيليا حبيت اقسمه ليه 4 مربعات كده، فبحددهم الاول عشان امشي بالشغل بتاعي على الخطوط اللي انا عملتها دي. فببتدي اعمل كده النص الاول، اقسم النص، واحدة بيضة وواحدة شوكولاتة اهي. عجبني بصراحة، عملته في كذا تورتايه المنظر ده، ان هي تبقى واحدة فانيليا واحدة شوكولاتة، فلقيت المنظر جميل جدا. وده بيدل على التقسيمة دي ان هي تبقى في النص ما بين الشوكولاتة والفانيليا، فبتدل على الاتنين. بعد كده حطيتها في التلاجة تسقع شوية، وجبت النوتيلا البيضة اللي هي سما، وابتديت ان انا احط عليها شوية زيت صغيرين خفاف
اهو، بس الزيت يكون نضيف، انا بستعمل سلايت اهو. ونقلبها كويس، وعلى حمام بخار نكون حاطين كنكة او حلة صغيرة او اي حاجة فيها مية، ونحط الطبق ده عليها، فهتسيح معانا الشوكولاتة وهتبقى جميلة جدا جدا. عملتها اهو، ركنتها، وطلعت التورتيه دلوقتي من الفريزر، وهبتدي ان انا انزل بجناش الشوكولاته البيضه. ده مش جناش شوكولاته بيضه، ده النوتيلا بقى، عملناه زي جناش الشوكولاته كده، ان احنا حاطين عليه شويه زيت، اللي هي النوتيلا البيضه، حاطين عليها شويه زيت خفاف، وعلى حمام بخار، وبقت جميله بالشكل اللي انتوا شايفينه. نزلت بالدريبات بتاعتنا باقي قبل ما احط وردات الكريمه، علشان لو تثبت وردات الكريمة، ما يبقاش تحتها الجناش سايح ونحط الوردات فتقع. فنزلت على الجناب بس، وبعد كده هبتدي اعمل التقسيمات بتاعتنا. بس بعد ما احط جناش الشوكولاتة في الناحية التانية، ده جناش شوكولاتة بقى، التانية كانت نوتيلا، ده جناش شوكولاتة. لو انت حابة تعمليه بالنوتيلا اللي هي البني، تمام، مفيش اي مشكلة، بس انا كنت حابة ان انا اعمله بالجناش، بما اني طعمتها من جوه بجناش الشوكولاتة، فقلت لا، نعملها من بره برضو بالجناش، عشان كله يبقى طعم واحد والطعم جميل جدا. بعد ما نزلت بالدريبات بتاعتي، ببتدي ان انا انزل بجناش الشوكولاتة على الوش، وابتدي اسويه بالراحة كده بظهر المعلقة، يكون ناعم، وابتدي ان انا اسوي بيها الجناش على الوش، لان اليمة دي هتبقى شوكولاتة خالص وهينكتب عليها. فحبيت ان انا اعملها عشان تشد على ما اجي اشتغل عليها واكتب، تكون شدت معايا وبقت حلوة. نزلت كده بالجناش وسويته كله، هتتخبط بس خبطتين خفاف جدا مش قوي، لانها طبعا ما تسقعتش معايا قوي، فعشان الجناب ما تقعش منك اهو. اي حته ما فيهاش كده تبان قدامك قومي حاطه، وبقت مظبوطه كده اهي. بصوا، بخبطها خبطتين كده مش قوي، خدي بالك تبقى بالراحه معاكي عشان الوش بس يتساوي يبقى شكلها حلو. رجعتها تاني، وهبتدي بقى ان انا اشتغل الوردات على الجناب كده في اليمة اللي هي الفانيليا. هبتدي اقسم اليمة دي لاربع مربعات او اربع مستطيلات، على حسب الشكل اللي هيبقى موجود، علشان نحط فيها كل مربع او كل مستطيل نحطه بطعم لوحده اهو. بصوا، ببتدي طبعا انا مقسماها ومعلماها من الاول زي ما انتوا كنتوا شايفين، فببتدي امشي على الخطوط على طول كده، واظبط المربعات معايا. الموضوع سهل وبسيط جدا. التورتيه بسم الله ما شاء الله طلع عالية وجميلة جدا. ده كله اتعمل من 350 جرام من دقيق الاسبونج. ببتدي انزل بقى بالوردات بتاعتي تحت كده على الجناب، عشان تبقى مظبوطة وحلوة جدا معايا. الفستانات دي انا لقيتها كبيرة قوي، فابتديت ان انا هشيلها وارجع اعمل وردات كده تانية صغننة كده على الجناب، لاني لقيت دي ان هي كبيرة على منظر التورتاية، فما عجبتنيش الصراحة اهي. رجعت شلتها وعملت وردات، وهنا هعمل الناحية دي بقى بالفستانات دي، طلعت صغيرة وحلوة دي، وهبتدي ان انا اشتغلها. خلصتها كلها اهي بالشكل ده، وهبتدي ان انا احطها بقى في التلاجة تسقع شوية. ورجعت انا بقول لكم ان انا الوردات دي غيرتها وعملتها وردات صغيرة، فعشان كده بوريها لكم. هنحط هنا بقى المربعات. هحط مربع من النوتيلا البيضة اهي اللي كنا عاملينها مع بعض، وتخبطيها برضو خبطتين بساط كده عشان النوتيلا تتساوى، وانا نزلتها من على الدوارة عشان تبقى واطية معايا شوية اهي. بصوا، خبطتين بالراحة، ما تخبطيش جامد، وتبتدي تحطي النوتيلا البيضة كده بالراحة كده، اخبطي خبطتين بالراحة. بصوا بقى، ابتدت كان وردتين هيقعوا، لحقتهم وظبطتهم، شلتهم وحطيت غيرهم. فعشان كده بقولك اخبطي الخبطات اللي هتخبطيها بالراحة خالص. يعني انا كده يعتبر كنت بخبط جامد. انتي بقى حاولي تخفي ايديكي واخبطي، يعني ايه، بس مش قوي بخفي، بس ان الشوكولاتة تتساوى كده على الوش، مفيش اكتر من كده. حطينا بقى يمة نوتيلا بيضة، واليمة اللي قدامها نوتيلا اللي هي بالشوكولاتة اللي هي بالبندق،
وهنحط يمة من جيلو الفراولة، وهنحط اليمة التانية من جيلو المانجا. طعمتها كده بأربع أطعم مختلفة واداها شكل ومنظر جميل جدا جدا جدا. اهو بالراحة كده بالمعلقة بقى، بظهر المعلقة برضو، وبتساوي الوش معاكي علشان تبقى طالعة مظبوطة وشكلها حلو. وادي المربع ده بالجيلو المانجا، وهنبتدي نحطها بس في التلاجة شوية تشد، وبعدين هنرجع نجيبها دلوقتي تاني. بعد ما عدى كده شوية رحت جبتها تاني، وهبتدي ان انا بقى اكمل اللي انا هعمله فيها. اهو جبت بقى ده كريمة، وعندي زي حاجة رفيعة كده بكتب بيها بلاستيك برضو، بحطها في الكيس الحلواني، وبتبقى عاملة فتحة فيها، فتحة صغيرة، وببتدي ان انا اكتب كده مبروك التخرج. اهو بالراحة كده، وخلي خطك شكله حلو، وحاولي كأنك ماشية على سطر، ما يبقاش خطك نازل ولا طالع. حابة ان انتي تجيبي طبق وتقعدي تتعلمي عليه في وقتك الفاضي، تعلمي ده مش عيب، ده كله هيظبط معاكي الشغل وهيبقى حلو جدا. فانا بكتب دلوقتي مبروك التخرج، ودكتورة اسراء هعملها بمولدات السيليكون، هتتحط كده بالمولدات هتبقى شكلها حلو، بس عشان الكلمة دي بالعربي فكتبتها كده بالكريمة. دي كريم عادية من اللي انا بزوق بيها، ولا خفها ولا عاملة فيها اي حاجة، يا دوب انا حطيتها في الكيس كده وابتديت ان انا اكتب بيها على طول، مفيش اي مشكلة. جبت بقى مولدات السيليكون اللي انا عاملاها، وهحط بقى الحروف اهيت، الدي والار، والشرطة برضو مايلة عاملاها كده هحطها، والاسم هكتبه تحته شوية. المولدات دي بتنفع بتاعت السيليكون، بتعملي فيها اي حروف او اي اشكال انت عايزاها، وتبتدي ان انت تحطيها واحدة واحدة. اهو وتظبطي بقى شغلك، وتظبطي التورتايه تبقى طالعه جميله كده، وشكلها طبعا تحفه وخيال. عمرك ما هتشتري تورتايه من بره عاليه بالشكل ده. التورت كلها احنا بنشوفها حجمها قد ايه، تعتبر يمكن طبقتين من دي، لكن دي بصوا ب 350 جرام، دي سبونج. طلعتي تورتايه عامله ازاي، تحفه وجميله جدا. طب بتاخد قد ايه؟ بتاخد كوبايه من الكريم شانتيه، بتاخد معانا كوبايه من الكريم شانتيه بروزيتاتها بكل حاجه، بتاخد كوبايه من الكريم شانتيه. حطيناها اهي، وحطينا بقى كده اللي فيها، حطيت على النوتيلا اللي هي بالشوكولاته، حطيت عليها بندق مطحون اهو، حطيت عليها بندق كده انا فرمخه فيه يعني مجروش برضو وخشن، وقمت رشاه عليها بالشكل ده. وهنجيب على النوتيلا البيضة، هنحط 2 من اللوز اهو، هنحط لوزتين كده يدوها شكل ومنظر جميل. ادي التورتايه اتعملت بمنتهى السهوله وبمنتهى البساطه، وطالعه معاكي شيك وجميله جدا جدا جدا. انا خلصتها بالمنظر ده، وهي كده بقت جاهزه معايا على التقديم، وخلاص على كده اهي. دي بقى قلوب انا كنت عاملاها بمولدات السيليكون اهي، بقرب لكم عشان تشوفوها. قلوب كده عاملاها بالشوكولاته السمراء، هبتدي اوزعها كده حوالين الكلام المكتوب، شكلها عجبني، وشوكولاته كده بتبقى قلوب صغننه شكلها جميل جدا. ببتدي ان انا اوزعها على اليمه اللي فيها شوكولاته حوالين الاسم كده وحوالين الكلام المكتوب، فبتديها منظر جمالي وشكل حلو قوي قوي. وبعد ما وزعنا القلوب كده على التورتايه، خلاص يعتبر التورتايه كده خلصت لغايه كده. طبعا لو وصلتي لغايه هنا اتمنى ان انت تسيبي اللايك الجميل بتاعك والسبسكرايب للقناه، عشان نرفع الفيديو والكل يشوف الفيديو الجميل ويستفاد منه. ادي التورتايه وادي الشكل النهائي للتورتايه. اتمنى الفيديو يعجبك، اتمنى ان التورتايه تعجبك. زي ما قلنا التورتايه دي في اصغر صينيه مستطيله، هتعمليها بمنتهى السهوله وبمنتهى البساطه. هنجيب بقى العلبة بتاعتنا مقاس 30 في 30، زي ما قلنا القاعدة 30 في 30، او ممكن تحطيه على 27 في 27، بس ال30 في 30 بتديكي مساحة زي ما انت شايفة كده، والعلبة تكون بنفس المقاس 30 في 30.
وبتحطيها وبتبتدي ان انتي تسلميها بقى وتسيبيها في التلاجة لغاية ما تتسلم، او لو هتسلمي على طول طبعا انتي مسقعاها ومجهزاها. بس التورتيه طالعه تحفه. اتمنى الفيديو يعجبك، اتمنى ان انتي تجربي الطريقه وتسيبيلي رايك في التعليقات. احلى واجمل متابعين في الدنيا.